واحنا شويه كان شكلنا حلو وشويه شكلنا كان وحش. فاحنا بعد ما كسبنا دافعنا فخسرنا فهاجمنا وهاجمنا تاني. صلاح بعد ما ضيع اولاني رجع ضيع تاني وخسرنا تاني ولسه التامنة ما جاتش. بس احنا هنا مش بنتكلم عن الحاضر الأليم، احنا بنتكلم عن الماضي الجميل اللي نتمنى ان شاء الله نرجع له تاني. والمره دي بنلعب بره ارضنا في غانا وكوره الواو ابا الشهيره. وقتها كله قال ان ده الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر. القايمه بتاعتنا في البطوله وقتها كان فيها عناصر كتير ثابته من البطوله اللي فاتت، بس كمان في عناصر دخلت جديده سواء كانوا مستبعدين الاصابه زي حسني عبد ربه او لعيبه محترفين زي محمد زيدان ولاعيبه متالقه في الدوري المحلي وقتها زي سيد معوض اللي كان مع الاسماعيلي واحمد المحمدي اللي كان وقتها مع انبي واحمد شعبان مع بتروجيت، غير عمر جمال ومحمد فضل مع الاسماعيلي كمان. وطبعا كان ابرز الغايبين وقتها كان ميدو، واكيد مشكلته في 2006 كان ليها سبب كبير في ده. وكمان لعيبه زي بركات ما كانتش موجوده غير محمد عبد الوهاب الله يرحمه. وكان في لعيبه تانيين كان متوقع ان تبقى موجوده في القايمه زي شريف عبد الفضيل ووليد سليمان. واول ماتش في المجموعه هنلعب ضد الكاميرون، وعايزك تتخيل معايا ان احنا بدانا الماتش ده على الدكه فيها ابو تريكه واحمد حسن. وبالمناسبه قعدوا دور المجموعات كامل على الدكه، بس كابتن حسن شحاته كان بيلعب باللعيب اللي محتاجه. والحاجات دي زي ما قلنا قبل كده انها بتفرق.